اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. النهارده هنتكلم على شخصيه من اقوى الشخصيات في تاريخ الكوميكس، هو دكتور مانهاتن. ناخد فكره عنه وعن قدراته في الكوميكس. دكتور مانهاتن هو شخصيه تبع دي سي كوميكس. اول ظهور ليه في الكوميكس كان في شهر سبتمبر سنه 1986. الكلام ده كان في العدد رقم واحد من سلسله الكوميكس واتشمان على ايد الكاتب الاسطوري ألان مور. اسمه الحقيقي هو جون اوسترمان، يهودي اتولد في المانيا سنه 1929. ابوه كان صانع ساعات، وهو عنده 10 سنين تم اضطهاده هو وعيلته ان هم يسيبوا المانيا. شاف امه بتموت قصاده. بعد ما بيوصلوا امريكا هو وابوه بيقرر ان هو يبقى صانع ساعات زيه. بعد انفجار القنبله النوويه في هيروشيما، ابوه بيشوف ان المهنه بتاعتهم دي مهنه عفى عليها الزمن. بياخد الساعه اللي ابنه شغال عليها يرميها من الشباك، وبيشجعه ان هو يدرس الفيزياء النوويه. بيخش الكليه وبيتخرج، وسنه 1958 وهو عنده 29 سنه بيكون عنده دكتوراه في الفيزياء الذريه. بيروح معمل بيشتغل وبيدرس وبيعمل تجارب على تفكيك المجالات الفعلية للأشياء المادية. بيقابل هناك زميلته اللي هي جيني سليتر، وبيحبوا بعض وبيرتبطوا. كان عايز يدي جيني الساعة بتاعتها، فبيرجع المفاعل، الباب بيتقفل عليه، بيتحبس. المجال الفعلي بتاعه بيتفكك وبيتبخر، بيتم الإعلان عن وفاته. بعد كام شهر بنشوف ان الوعي بتاعه بيحاول ان هو ياخد شكل، فبيتجسد على شكل جهاز عصبي بمخ. وبعد كده بيعرف يعمل هيكل عظمي بعضلات، كل مرة كان بيظهر فيها بيظهر لمدة ثواني وبيختفي، لغاية لما بيظهر بشكل كامل على شكل واحد طويل أقرع لونه أزرق. هو إدراكه للوقت بقى مختلف، ما بقاش يبص للوقت من منظور خطي، بقى يشوفه من منظور كمي، بقى يعيش ويختبر كل لحظات حياته في نفس الوقت. هو برضو ما كانش كلي العلم، هو كان معتمد على ذكائه وعلى التجارب بتاعته عشان يوصل لاستنتاجات. مع الوقت الإدراك بتاعه وسع، بس جاي على حساب قدرته العاطفية، هي قلت. بعد كده ابتدى يوصل لاستنتاجات البشري العادي ما يقدرش يوصل لها. إدراكه المختلف للوقت خلى التعامل بينه وما بين الناس غريب شوية، ده اللي خلى الناس يبقى عندهم اقتناع ان هو ما عندوش مشاعر، وان هو مش عايز يتدخل في الشؤون البشرية. وهو بالفعل ما عملش اي حاجة وقت اغتيال كينيدي، على الرغم ان هو كان عارف ايه اللي هيحصل. افتقاده للمشاعر ده حصل بسبب تغيير اولوياته، بسبب ان في فجوه كبيره جدا في الادراك بينه وما بين بقيه الناس. الحكومه الامريكيه بتجنده، بتسميه دكتور مانهاتن على اسم المشروع اللي عمل القنبله الذريه وقت الحرب. هو بيحفر على راسه رسمة ذرة الهيدروجين. بعد كده بيبقى ليه تأثير كبير جدا على الحرب الباردة. أعداء أمريكا بيبقوا مرعوبين جدا منه. الرئيس نيكسون بيطلب منه التدخل في فيتنام، فالحرب بتخلص في 3 أشهر. برضو ممكن نتكلم إن كان ليه تأثير كبير جدا على الاقتصاد العالمي، حيث إن هو خلى كل العربيات تمشي بالكهرباء. بعد تقاعد فريق مينيت مان ظهرت الحاجة ان هم يعملوا فريق جديد ويتسمى كرايم باستردز. هو هناك قابل سلك سبكتر 2 اللي هي لوري، وبيرتبطوا ببعض، وده اللي ادى لانهيار علاقته بجيني سليتر. اوزمانديوس اللي هو اذكى واحد على كوكب الارض بيبقى عنده مخطط لانقاذ العالم. بيبتدي المخطط ده ان هو بيعيق رؤية منهاتن للمستقبل باستخدام جزيئات التاكيون. بيجيب سرطان لجاني، فمنهاتن بيحس ان هو السبب، فبيسيب الارض ويروح المريخ. بعد كده بيقابل لوري، بيخشوا في جدال فلسفي حوالين احقية البشر في الحياة. هو بيقول لها ان الحياة ظاهرة مبالغ فيها، وان الكوكب القاحل ده هو مثال للجمال الطبيعي الغير مضطرب. هي بتقول له يا عم الكلام ده، بتحاول تقنعه وبتفشل، فبتقول له رجعني الارض على الاقل اموت مع الناس اللي انا بحبهم. هو بيوريها شريط ذكرياتها وحياتها كله بالكامل. هي بتكتشف ان ابوها هو الكوميدي زميله السابق في الفريق. هو بيجي له انبهار كبير جدا، وبيقول انا بقالي كتير بدور على المعنى الحقيقي لكلمة معجزة واخيرا لقيته. بيوافق يرجع ويساعد البشر، بس بيكون توليت. منهاتن بالفعل بتكون اتدمرت على ايد الحبار اللي صممه اوزمانديوس عشان يبان ان فيه هجوم فضائي. بيقرر يواجه اوزمانديوس بيستدرجه المنفعل، بيدمر له وبيفكك له المجال الفعلي بتاعه، بس هو بيرجع وبيقول له انت متخيل ان حاجه زي دي هتموتني؟ دي ما قتلتنيش وانا جون اوسترمان، هتموتني وانا منهاتن. قبل ما يموته اوزمانديوس بيوري له التلفزيون ان دلوقتي جميع دول العالم متحده ضد الهجوم الفضائي ده. فمنهاتن بيقرر ان هو يحتفظ بمعلومة ان اوزمانديوس هو اللي عمل كل ده لنفسه عشان السلام ما يروحش، وعلشان تضحية الناس دي كلها ما تكونش راحت على الفاضي. بنشوف ان هو بيموت رورشاك اللي بيهدد ان هو هيفضح ويقول الحقيقة. وبيقول بعد كده لاوزمانديوس انا هسيب المجرة دي وادور على مجرة تانية، بس هو في الواقع بيروح كون تاني. بيشوف فلاش وهو بيجري بيحاول يمنع الفلاش بوينت اللي هو اتسبب بيها، وبيحاول يرجع نيو ايرث. منهاتن بيتأثر بالجريت داركنس، بيسرق 10 سنين من الخط الزمني اللي فلاش بيحاول يرجعه. بتتكون البرايم ايرث وبيموت بندورة. الابطال بيبقوا اصغر في السن واضعف. مانهاتن بيقعد يراقبهم فترة. بعد كده بيروح كريبتون، بينقذ جور ال من الموت، اللي بياخد بعد كده هوية مستر اوز، وبيراقب حياة ابنه على كوكب الارض. بعد كده بنشوف ان اول مان اللي من ايرث 3 قرر ان هو يستخدم موبي تشير عشان يعرف اسرار الكون. مانهاتن بيموته عشان ما يعرفش حاجة. بعد كده بيموت الريفرس فلاش اللي اخر حاجة كان قالها انا شفت الاله. بيقابل بعد كده اوزمانديوس اللي بيجي برايم ايرث عشان يطلب مساعدة مانهاتن في انقاذ العالم بتاعهم.
هو بيرفض، بيقول له انا جيت هنا عشان شفت رؤيه لسوبرمان ان هو هيديني بالبوكس، وبعد كده ما شفتش اي رؤيه تانية. انا مش عارف ده بسبب ان سوبرمان هيموتني ولا انا اللي هدمر كل شيء. بعد كده الابطال بيبقوا مدركين بوجود دكتور مانهاتن، فبيتحركوا كلهم فعلا ويطلعوا على المريخ. مش بيبقوا خطر بالنسبه له، بيقعد يستكشف السحر وبيستكشف الخواتم، وبعد كده بيغلبهم باقل مجهود. بيعرف بعد كده ان العالم بيتكيف وبيتغير وبيتمحور حوالين سوبرمان، وان سوبرمان مهمه للغايه. فبيقرر ان هو يغير شويه في التاريخ، بيرجع عبر الزمن الى الماضي، بيمنع ألان سكوت ان هو يوصل للخاتم، فمش بيبقى جرين لانترن ومش بتتكون الجي اس اي. بعد كده بيقابل سوبرمان، بيقول له دلوقتي هيحصل حاجه من اتنين، يا اما انت هتموتني يا اما انا هدمر كل شيء، وكده كده الكون بتاعك هيتدمر زي ما انا الكون بتاعي بيتدمر دلوقتي. بيعرفه الحقيقه، بيقول له انا سبب كل التغييرات اللي حصلت دي، انا سبب انك تنسى المعلمين بتوعك، انا سبب في وفاه ابوك وامك. دلوقتي انت هتعمل ايه؟ هتنتقم وتموتني ببوكس، ولا انا اللي هدافع عن نفسي وادمر كل شيء؟ سوبرمان بيجي ناحيته وبيبقى باين ان هو متضايق ورافع ايده وعلى وشك ان هو يدي بوكس، وبيحصل نفس الرؤيه بالظبط، بس هو بيضرب واحد جاي من وراه وبيقول له انا مش عارف انت بتتكلم وبتقول ايه، بس انا مدرك تماما انك تقدر تنقذ الجميع. ومنهاتن بيتاثر، بيرجع عبر الزمن الى الماضي، بيسمح لالان سكوت ان هو يوصل للخاتم، فبيبقى جرين لانترن وجي اس اي بتتكون. وبناء على ذلك سوبرمان بيقرر ان هو يبقى بطل بدري شويه، واهله بيعيشوا. في مجموعه من الابطال بيتاثروا بيه في المستقبل، وبيتكون فريق ليجون اوف سوبر هيروز، والمالتيفيرس بيتكون لاول مره. منهاتن بيشوف احداث لسه هتحصل في المستقبل ما حصلتش لسه في الكوميكس. بيرجع الكون بتاعه وبيسافر عبر الزمن الى الماضي، بيمنع حدوث كارثه نوويه عن طريق ان هو بيخفي كل الاسلحه. بعد كده بيتبنى طفل بيسميه كلارك عشان هو متاثر بسوبرمان. وبعد كده بيرجع عبر الزمن الى الماضي تاني، وبيمنع نفسه ان هو يرجع للمفاعل، فمش بيتفكك المجال الفعلي بتاعه، بيتجوز جيني وبيخلف منها. بعد كده بنشوف ان هو بينقل قدراته لكلارك وبيديه لسلك سبيكتر 2 اللي هي لوري، عشان هو كان مقتنع ان هو هيجلب لها السعاده، وبعد كده بيختفي نهائيا. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراته. هي ايه قدراته؟ هو شبه كل القوه، شبه كل الحضور، شبه كل المعرفه. بيقدر يعمل كل حاجه تقريبا، مفيش ليميت او نهايه لقدرته. احنا هنضيع وقت لو قعدنا نرص الحاجات اللي بيعرف يعملها، لانه اكيد بيعرف يعمل كل حاجه. ده اللي بيقودنا للسؤال اللي بعد كده، هل هو اقوى شخصيه في دي سي كوميكس؟ الاجابه هي لا. هو ممكن يكون اقوى من كل السوبر هيروز والسوبر فيلنز متحدين مع بعض، بس مش اقوى من الكائنات الالهيه. يعني هو ممكن يبخر سوبرمان، ممكن يعمل كده قصاد كيانات زي لوسيفر او مايكل؟ الاجابه هي لا، دول كائنات عملوا الكون، فهو ملهوش فرصه قصادهم. بالنسبه لظروف الاعمال الفنيه، فهو ظهر في فيلم واتشمان سنه 2009، ومسلسل واتشمان سنه 2019، وفي لعبه فيديو جيمز واتشمان ذا اند از ناي. بس كده، دي كانت حلقه طويله جدا اتكلمنا فيها على كل ما يتعلق بمنهاتن في الكوميكس. انا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنتس انت ايه رايك في الشخصيه دي، هل هي اقوى من اللازم انها تظهر في العالم السينمائي بتاع جيمس جان ولا لا؟ احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.